ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها كعشق آسان نمود أول ذلي أفتاد مشكلها. فهمت البيت الأول ولكنك لم تفهم البيت الثاني، صحيح؟ أخالك تقول نعم، لأن البيت الثاني مكتوب باللغة الفارسية. قد تتعجب فتقول: وكيف ذلك؟ بيتان شعريان أحدهما مكتوب بلغة مختلفة عن الأخرى؟ أقول لك نعم، وهذا هو التلميع. فالتلميع في علم البديع هو كتابة نص شعري واحد بلغتين مختلفتين أو أكثر. وقد أبدع الشعراء الكرد في هذا الفن الشعري، فكم أحسنوا وأجادوا. فهذا شاعرنا عبد الرحمن الآقتبي، وهو أحد أهم الشعراء الكرد، يكتب لنا في ديوانه قصيدة ب3 لغات، هي الفارسية والكردية والعربية. أقرأ لكم قطعا منها. يقول في ديوانه: زلف زلف شبرنگی لدیم همچو مهیارا نمی باشد صبوری و شکیبایی دل ما را لقد أضرمت من جمر الخدود في الحشا نارا ده ملک دلبریدا پادشاه ملک معموری فلما أن رأيت القد مثل البان ينقاد ولحظ العين كالضرغام للعشاق يصطاد تسلمت إلى القتل لأن الصب يعتاد بكج عاشق بوان نازان دروج حشر مغفوري.